ازيكم يا بنات يا احسن بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. واهلا بيكم في قناه وصفات شاهيناز. النهارده هنعمل مع بعض الخميره بتاعت الفايش بطريقه سهله جدا، وان شاء الله هتعجبكم بالطريقه السعوديه اللي احنا دايما متعودين عليها. ان شاء الله هتعجبكم، واسفه جدا على التاخير في تنزيل الفيديو. تعالوا بقى اعرفكم عن المكونات علشان ما اطولش عليكم. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين معانا كيسين لبن نيدو، وكمان هنا معانا الكسرونه اللي احنا نغلي فيها اللبن، وكمان هنا معايا فول اللي هو الفول بتاع البصاره. دول بقى مكونات سهله جدا وبسيطه. ممكن لو كانش متوفر عندك اللي هو الفول البصاره، ممكن تحطي مكانه حمص، اللي هو الحمص بتاع المولد ده. المهم كده لو كانش متوفر عندك الفول، هتستبدليه بالحمص. تعالوا بقى نعمل الخميرة. اول حاجة كده هتجيبي مقدار كوباية مية متوسطة، ما تكونش كبيرة قوي او صغيرة قوي، يا دوب بس كده تكون متوسطة. بعد كده بعد ما تحط المية، هتحطي كيسين اللبن اللي هو اللبن النيدو. هتحطيهم في الكاسرونة بتاعتك وهتقلبيهم كويس. اهم حاجة بس انك ما تكتريش في المية علشان الخميرة بتكون محتاجة حرص شوية. يا دوب بس هتحطي كوباية متوسطة، ما تكونش كوباية كبيرة قوي او تكونش صغيرة قوي. كوباية تكون وسط. وبعد كده بقى بعد ما قلبتيهم، هتحطيهم على البوتاجاز. يا دوب بس كده يفوروا، وهتطفي عليهم على طول، ما تخليهمش يغلوا. وكمان هتكوني موطيه خالص عليهم النار، علشان بس ما يتدلقش منك وكده. طبعا انت هتقلبيهم شويه كده على البوتاجاز وهتكوني واقفه جنبهم. يا دوب بس كده زي ما يفوروا هتنزليهم على طول، علشان طبعا ما ينفعش تحطي اللبن يكون بيغلي. اهم حاجه بس انه يفور، لكن ما تسيبوش يغلي خالص. وبعد كده بقى بعد ما اللبن بتاعنا فار، هتجيبي العلبة كده، علبة قد دي، علشان تحط فيها الخميرة. هتحطي فيها معلقتين من الفول اللي هو الفول البصارة. طبعا زي ما قلت لكم احنا مكسرينهم. هتحطي معلقتين كبار كده في العلبة. وبعد كده هتحطي اللبن فوقيهم على طول هو سخن. وبعد كده بعد ما تقلبيهم، هتغطيهم على طول بكيس بلاستيك، او عموما اي كيس متوفر عندك، هتغطيهم على طول. اهم حاجة بس انك تغطيهم كويس على اساس انه مفيش اي هوا يخش فيهم. بعد كده هتقفلي العلبة بالغطا بتاعها. وبعد كده هتلف العلبة دي قماشة تكون صوف. وبعد كده هتحطيهم في حتة تكونش فيها هوا خالص. يعني مثلا ممكن تحطيهم في دولاب بتاع هدوم، وسط الهدوم كده، وهتحطي العلبة فيها على اساس انها تكون دافيانة قوي وما يخش لهاش اي هوا. احنا خمرنا الخميرة الساعة 9، فلقيناها اختمرت الساعة 5 يعني بعد الفجر. طبعا اليوم ده كان يوم دافي خالص. وكمان احنا كنا مدفينها كويس. يعني هي الخميرة دي بالميعاد، مثلا خمرتيها الساعة 6 الصبح، هتخمر لك برضو الساعة 6 الصبح. يعني هي بالميعاد. اما علشان احنا كان الجو حر عندنا، خمرناها الساعة 9، فطلعت لنا تاني يوم الساعة 5. وكده بقى بعد ما اختمرت، اهو دي بقى القماشة الصوف اللي احنا كنا مغطين بيها، وكمان كنا حاطينها في دولاب كله هدوم كده. وده بقى شكل الخميرة. هتلاقيها كده بقت عملت زي الرايب، وكمان فصلت من تحت ومن فوق. ومن فوق اللبن بقى عامل زي الرايب. اعرفي كده انها خلاص الخميرة بقت جاهزة. وبعد كده بقى هنخمر الخميرة. احنا عندنا في الصعيد بنقول هنكسرها، يعني هنخمرها. المهم كده هتجيبي حلة بتاعتك. اهم حاجة بس تكون حلة واسعة شوية. بعد كده هتعبي ربعها مية.
وبعد كده هتفضي الخميره اللي احنا عملناها في الاول في الميه، وبعد كده هتقلبيهم كويس جدا. بعد كده هتحطي الدقيق وهتبدأي تعجني. اهم حاجة بس انت وبتعجني ما تخليش العجينة بتاعتك تقيلة قوي او تكون خفيفة قوي، يا دوب بس كده تكون وسط. علشان طبعا خميرة الفيش ما بتبقاش تخينة، بتكون وسط. يعني مش بتبقى تخينة قوي او بتكون سايبة قوي، بتكون وسط. علشان لو خليت العجينة تخينة بصعوبة جدا هتخمر معاكي. يا دوب كده تخليها وسط، يعني لا تخينة قوي او تكون سايبة قوي، تكون وسط. بعد ما تخمر الخميرة الاولانية على طول هتخمري بعديها الخميرة دي. طبعا يا ريت ما تسيبيش الخميرة اللي هي الاولانية دي، ما تسيبهاش فترة طويلة. بعد ما تخمر على طول هتبدأي تخمري الخميرة التانية. وده بقى البرطمان اللي احنا خمرنا فيه. برضو البرطمان يا ريت يكون صغير كده، ما يكونش صغير قوي، يعني على اساس ان الخميره فيه تخمر بسرعه. وكمان يا ريت انك ما تعمليش الخميره في برطمان يكون كبير، يا دوب بس يكون وسط، يعني قد ده. وكده بقى بعد ما خمرنا الخميره هترشي شويه دقيق كده من فوق. وبعد كده هتغطيها بالغطا بتاعها، وبعد كده هتجيبي غطا وهتغطي بيها الخميره. هتسيبيها يعني حوالي كده ساعه وهتخمر على طول. اول ما تعبي الحله كده معاكي اعرفي خلاص ان الخميره بقت جاهزه. بعد كده هتعجني على طول. بجد طريقة حلوة جدا وسهلة في نفس الوقت. اتمنى انكم تجربوها، دي طريقتنا اللي احنا دايما متعودين عليها ودايما بنعملها. اتمنى يا رب انها تعجبكم. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. لو كنتش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. لو عجبك الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، يا احسن بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، واهلا بيكم في قناه وصفات شاي ناس. النهارده هنعمل مع بعض الفيش الصعيدي او الشريك. ده بقى اسمه عندنا في الصعيد. هنعمله بطريقه سهله جدا وان شاء الله تعجبكم. هنعمله بطريقتنا اللي احنا متعودين عليها في الصعيد، ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نخش على الطريقه على طول علشان ما اطولش عليكم. اول حاجه كده هتجيبي حاجه علشان تعجني فيها، وهتحطي فيها ميه. طبعا الميه على حسب العجن، يعني على حسب ما انت تحتاجي. وبعد كده هتحطي طبقه من السمسم. السمسم ده طبعا زي ما انت عاوزه تحطي، اذا كنت عايزه تحطي كتير او قليل براحتك. وكمان بعد كده هنحط كركم. الكركم ده على حسب الرغبه، يعني انت لو عايزه تحطي او ما عايزاش تحطي، ده على حسب رغبتك انت. احنا بصراحه بنحبه يكون فيه كركم. وكمان بعد كده هنحط سكر. ده بقى كيلو سكر، احنا هنحط 2 كيلو. طبعا برضو السكر على حسب رغبتك انتي، لو عايزة تحط كيلو واحد مفيش مشاكل او 2 كيلو. بس احنا بصراحة بنفضل انه يبقى 2 كيلو، بيبقى طعمه جميل جدا كده. وبعد كده بقى هتجيبي كيلو سمنة، هتسيحيه كده زي ما انت شايفة. وبعد كده هتحطي كيلو السمنة كده فوق الحاجات دي كلها. وبعد كده بقى هتقلبي الحاجات دي كلها علشان السكر يدوب. وبرضو لو عندك لبن تقدري تحطي نص كيلو، او الكيس اللي احنا بنشتريه جاهز ده من بره. احنا بصراحة نسينا نحطوه، لكن انت لو عندك تقدري تحطيه، بيخلي الفايش بتاعك جميل جدا. وبعد ما تقلبيهم هتحطي الخميرة بتاعت الفايش. الخميرة دي احنا عاملينها من بالليل، ان شاء الله هصور لكم طريقتها. برضو طريقتها سهلة جدا، ان شاء الله هصورها لكم. كده بقى هتحط الخميرة. وبعد ما تحطي الخميرة هتغطيها كده بالدقيق. بعد كده هتحطي كيسين بيكنج باودر. وبعد كده بقى هتفضلي تحطي في الدقيق وهتفضلي تعجني. طبعا لازم تعجنيهم كويس جدا، هو الفيش كده بيحتاج مجهود شوية.
يعني انتي وبتعجنيهم كده اهم حاجة ما تخليش كلاكيع او اي حاجة. وطبعا زي ما قلت لكم في الاول، لو عايزين تضيفوا لبن يا ريت تحطوا، بجد بيديه طعم جميل جدا. احنا بصراحة نسينا نحطه خالص، لكن هو طبعا اللبن بيديه طعم جميل جدا. تقدري تحطي نص كيلو او الكيس اللي احنا بنشتريه ده من بره، زي ما انت عاوزة. وبرضه لو ما حباش انك تحطي لبن مفيش مشاكل، يعني مش هيحصل لهم اي حاجة. وهي كده بقى نكون خلصنا العجن بتاع العيش، بقى بالقوام ده كده زي ما انتم شايفين. يعني هتخليه كده بقوام يتمسك كده في الايد، ما يبقاش لين قوي. وبعد كده بقى بعد ما خلصناه تحط السمنة كده من فوق. وبعد ما تحط السمنة كده عليهم من فوق هتغطيهم وهتسيبيهم لحد ما يخمروا.